السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاز الأهلي اليوم على غزل المحلة بهدف أحرزه إمام عاشور من ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء. هو ده الهدف اللي فاز بيه الأهلي، ويمكن أحسن ما في المباراة هو الهدف. مستوى الفريق ومستوى الأداء وحتى المدير الفني كولر كان سيء للغاية، ما كانش فيه أداء مقنع. الأداء عليه علامات استفهام كبيرة جدا، وكمان تغيير طريقة اللعب استنى عليها كولر، رغم ان هو شايف ان هو الفريق مش في احسن حياته، والغزل المحلة مسيطر. لولا ان هم ما بيلعبوش بجرأة كفاية كان ممكن يحرزوا هدف. الكابتن احمد شوبير طلع وعلق او على طرد العش مدافع الاهلي المنضم حديثا، رد ناري على الموضوع ده، وقال انا برغم ان عدم اقتناعي بطرد العش وان كان ممكن يبقى فيها انذار او حتى ما تتحسبش، ولكن كويس ان هي اتحسبت عشان الهتيفة اللي عمالين يقولوا الاهلي بيتجامل والتحكيم بيجامل الاهلي والحالات التحكيمية والكلام ده كله. فكويس ان جت في حاجة زي دي طرد اهو عشان ما يقولوش الاهلي بيتجامل. وانا عايز اقول حاجة بصراحة، انا شفت الكرة ما فيهاش اي حاجة اصلا ما تتحسبش فاول. اللاعب راح انفراد، ولكن العش دخل وسبقه بكتفه وشاط الكرة برجله الشمال، حركها قبله، واللاعب هو اللي خبط في رجله من ورا. يعني المفروض اصلا فاول على المهاجم، لان انا لعبت الكوره، انا كمدافع لعبت الكوره، انت كعبلتني من ورا، ما ينفعش انا اتعاقب واتطرد وكمان تتحسب عليا فاول. بصراحه التحكيم المصري سيء جدا، وبحس ان هو ما بيفهمش. اصابات الاهلي بعد المباراه: رامي ربيعه تعرض للاصابه بجرح قطعي اسفل الفك، هيحتاج خياطة 4 غرز خارجية و3 غرز داخلية. التشخيص المبدئي لإصابة إمام عاشور كدمة بسيطة في الكتف، ويخضع لفحص طبي لتحديد موقفه بشكل كامل. كده ترتيب الجدول الدوري بعد لقاءات اليوم وفوز الأهلي وفوز الزمالك. الترتيب: الأهلي بقى في المركز الأول برصيد 29 نقطة بس من 13 مباراة لعبهم. بيراميدز في المركز الثاني ب 27 نقطة من 12 مباراة، ويبقى له مباراة يعني غدا مع حرس الحدود. الزمالك في المركز الثالث ب 26 نقطة من 13 مباراة.